في يوم من الايام كان في ست اكبر مشكله في حياتها حماتها ما كانتش بتطيقها، وكانت وصلت لدرجه انها عايزه تتخلص منها، وكانت بتدور على اي وسيله تعمل كده. وطبعا جريت على خالها الطبيب وقالت له انا عايزاك تديني دواء او سم يموت الست دي لان خلاص مش طايقه ان انا اعيش معاها. وهنا قرر خالها ان يساعدها في الجريمه دي ويديها سم تحط كل يوم نقطه لحماتها لمده 30 يوم، وقال لها في خلال 30 يوم هي هتموت. وعايز اقول لك بقى ان محدش هيعرف كمان ان انت السبب، بس عايز منك طلب مهم، عايزك منك تتعاملي معاها بحب، تتعاملي معاها بود، تحاولي بقدر الامكان ان انت تبيني لهم ان انت وهي سمنه على عسل عشان محدش يشك فيك. وفعلا بدات الخطه انها تعمل كده، كل يوم تحط لها نقطه في الاكل من السم ده. وبعد 10 ايام 15 يوم 20 يوم لقى خالها لقاها بتجري عليه وبتقول له يا خالو ارجوك الحقني الحقني يا خالو، انا مش عايز الست دي تموت، انا بدات احب الست دي، انا لما اتعاملت معاها كويس لقيت الست دي بقت واحده تانية خالص، ارجوك اديني اي حاجه توقف السم ده، انا مش هينفع اعمل فيها كده. وهنا كانت المفاجاه والدرس العظيم ان خالها قال لها على فكره انا ما اديتكيش سم ولا حاجه، انا اديتك ميه تحط لها كل يوم نقطه، لاني عارف ان انت لو غيرت طريقتك معاها هتحبيها وهتبقي مش عايزه تستغني عنها. في ناس في حياتنا سنهم كبير مش قادرين يعملوا اي حاجه، ممكن يكون مروا بظروف في حياتهم غيرت من فسيولوجيتهم وطريقه التعامل مع الناس اللي حواليهم. ممكن يكونوا رخمين وممكن يضايقونا وممكن، بس والله العظيم لو غيرنا طريقه تعاملنا معاهم بنلاقي جوه قلبهم انهم ناس طيبه وتستاهل. عشان كده ما تحاولش تتخلص من الناس الوحشه اللي في حياتك اللي قريبه منك، حاول كده انك تتعامل معاهم بشخصيه تانية، طبطب على قلبهم، طيب خاطرهم، اعمل اي حاجه تقرب ليهم. وصدقني والله العظيم بعد وقت هتلاقي ان التعامل الحلو بيلين البني ادم، وهتلاقي ان اكتر حد كنت عايز تتخلص منه اكتشفت ان هو اكتر حد انت محتاجه في حياتك. عشان كده غير طريقه تعاملك مع الناس اللي انت متضايق منهم في حياتك، هتلاقي والله العظيم الناس دي بقت حاجه تانية. كل واحد جواه نقطه بيضه دور عليها وطلعها بتعاملك الكويس.